البشرية. وفي مناظرة للشيخ محمد عبده مع وزير خارجية فرنسا الميسيو هانوتو، وقال إن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين عن أوروبا، لكن الإمام رد عليه وقال إن الدولة العثمانية هي سبب تخلف المسلمين، وقال إن الحكام كانوا أقدر الناس على انتشال الأمة مما سقطت فيه، وإنهم ما يعرفوش عن الحكم إلا تسخير الأبدان لأهوائهم وإذلال النفوس وابتزاز الأموال لإنفاقها في إرضاء شهواتهم، لا يرعون في ذلك عدلا ولا يستشيرون كتابا ولا يتبعون سنة، حتى أفسدوا أخلاق الكافة بما حملوها على النفاق والكذب والغش والاقتداء بهم في الظلم، وما يتبع ذلك من الخصال التي ما فشت في أمة إلا حل بها العذاب. وتأسست الدولة العثمانية سنة 1299 واستمرت أكتر من 624 سنة. لكن احنا هنبص على الدولة العثمانية في مرحلة سماها المؤرخين بمرحلة القيام، واللي استمرت من سنة 1299 لحد سنة 1453، يعني 154 سنة تقريبا، وقدروا يسيطروا فيها على نيقيا وبورصة